هذه الحلقة نجاحها ليس وليد مشاركتي أنا الشخصية، وإنما الذي صنع هذا الحدث وجعله حدثا حقيقيا يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي ويصبح حديث الناس هو المتابعة الواسعة من الجمهور وحالة التفاعل مع هذا الحدث. واقعا إلى اليوم بعد أسبوع من بث هذه الحلقة تقريبا هاتفي لا يسكت بين اتصالات ورسائل، وكل وسائل التواصل الاجتماعي كل البرامج إلى الآن تضج ضجيجا من هذا التفاعل، طبعا من جميع دول الأرض، من جميع الفئات العمرية، من جميع الأجناس الأعراق، الجميع هو شريك في هذا النجاح. لكن أنا سأخص بالشكر الفاعل الأكبر في هذا النجاح. واقعا الذي هو بالفعل صنع الحدث هو الجمهور العراقي، أبناؤنا وإخواننا وحتى آباؤنا وأخواتنا وبناتنا في العراق، الجميع هو الذي صنع الحدث من خلال المتابعة الواسعة والمشاركة الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم رأيت إحصائية من إحدى الجهات أنه في هذا الأسبوع 30 مليون مرة إما تكرر الاسم في الهاشتاج أو أنه لعله عدد مشاهدات في جهة واحدة، فهذا عدد كبير يستدعي أن نشكر الشباب. طبعا هذا الرقم في العراق فقط، ومن لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق، وهذا إن دل على شيء يدل على أن شبابنا هو شباب واعي وشباب مهتم بالقضية الدينية ويسري حب محمد وآل محمد في دمه، لا كما يحاول الإعلام تصويره من أن شبابنا شباب تافه غير مهتم بالدين غير مهتم بالمذهب بعيد عن الأجواء الدينية. لا أقولها وبضرس قاطع، شبابنا في العراق شباب يرفع الرأس وهو مصدر اعتزاز ومصدر فخر وترفع لهم القبعة، فهنيئا لنا بكم، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم ونعدكم دائما بالجديد. فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.